خلصت الكنافه والقطايف والكحك والبسيفور والبسكوت والرنجه والفسيخ. يلا بقى نعمل فورمه الساحل ولا ايه؟ نبدا اليوم من الاول. رقم 1 لازم ناخد كميه من البروتين كويسه مع سلطه في الفطار، وممكن ناخد معاهم نص كوبايه لبن، نعملها قهوه، نعملها نسكافيه. والناس اللي اوزانها كبيره 120 فما فوق محتاجين ياخدوا على الاقل نسبه بسيطه من النشويات عشان مقاومه الانسولين، عشان عندهم نهم ناحيه الحلويات. فلو ما اخدناش نشويات هيبقى عندنا حاجه ملحه في دماغنا ان احنا لازم ناكل حاجه حلوه، سكركم هيوطى. فربع رغيف او نص رغيف هيقلل لكم نهم الحلويات وهيحافظ على مستوى سكر الدم ثابت، وبالتالي مش هجوع كل شويه. رقم 2 مهم جدا لو في سناك ان احنا ناخد فيها فاكهه يكون اليافها عاليه زي الجوافه، البرتقال، وناخد معاها خضار زي الخيار والخس. والحاجات دي مهمه جدا جدا عشان فيها بوتاسيوم، والبوتاسيوم هيقلل لي احتباس السوائل اللي حصل